أين وصلنا؟ للقلق. للقلق. أنا أحب قلقي. الإنسان الذي يعيش بلا قلق لا يجيد التعامل مع الراحة. القلق منتج. السلبية أن تفقد القلق حينما تتعامل مع الأشياء بأنها خلص، يعني هي حاصل ضرب عددين، وغالبا وربما أحيانا نجد أن الناتج يختلف عن العدد. هل تهربي من مشاهدة الذاكرة؟ لا، أنا أحب ذاكرتي، وأحيانا أدخل في تفاصيل التفاصيل فيها، لأنني ألتذ باستعادة لحظات مرت، ومن المؤكد لا أستطيع إعادتها. كل ما يمر بالأمس حمل الأمس وذهب. يبقى لدينا هذا الاستذكار الجميل الذي يعيد إلينا تكوينات من الذاكرة، لكن أنا أستطيع تطويعها لتكون بأشكال جديدة. إذن أنت امرأة سعيدة. هل تراني هكذا؟ متصالحة. وقبل هذا الكلام، من هم السعداء على هذه الأرض؟ فقط الأغبياء. أنا أحيانا أحسد الأغبياء لأنه فعلا سعيد، لا مشكلة لديه. أما من يتمتع بالوعي ومن يعرف ما الذي يجري وكيف سيكون اليوم والغد، لا يمكن أن يكون يعيش بسعادة مطلقة.